التناحة الشعورية شعور ولا أروع من كده في قمة الاضطرابات الحقيقة، زي بالظبط اللي حصل في حادثة سمكة القرش. الناس واقفة تتفرج وعمالين يعيدوا في الفيديوهات، حتى اللي ما شافش الحادثة لايف عمال يعيد في الفيديوهات. طب التناحة الشعورية دي بتجيلنا من إيه؟ لما يبقى عندي صدمات الأمان في المخ كتيرة جداً، يبدأ البني آدم في بعض اللحظات يوصل لمرحلة إن هو مش شاعر حاجة. وده اللي كان بيحصل مع العساكر اللي كانوا موجودين في فيتنام زمان. أول ما رجعوا ما عرفوش يتواكبوا مع الحياة. ليه؟ لأنهم افتكروا كل البشاعة اللي كانوا بيعملوها، بالظبط زي القاتل اللي يروح، أو بلاش أقول قاتل، أي واحد قتل 1 ولا 2 ولا 3 في حال هياج، في لحظة من الهياج. اللحظة دي بيبقى اللي أنا بسميه التناحة الشعورية. هي الحقيقة إن اسمها التنميل الشعوري، بس ليه بقول عليها تناحة؟ علشان نقدر نوصل المفهوم من أوله خالص. أوله بقى، أول السلم فين؟ لما أولادنا الصغيرين يبقوا قاعدين يتفرجوا على فيلم رعب وها يضحكوا. ده معناها إيه؟ معناها إنهم عندهم صدمات أمان كتيرة قوي. المهم إن إحنا نراقب الحال ده في نفسنا وفي ولادنا. ليه؟ علشان نقدر نوصل في الآخر إن إحنا ما عندناش صدمات الأمان الكتيرة دي. لو عالجنا الشيء في أوله هنرتاح، ومش هيتحول التنميل الشعوري لتناحة شعورية.